أكيد سمعت قبل كده كلمة ماركتينج ميكس، وسمعت عن مصطلحات زي 4 بيز وال 7 بيز وحاجات زي البرايسنج والبروموشن ومدى أهميتها في عملية التسويق. إيه الحاجات دي وإيه المقصود بيها وإيه هي التاكتكس بتاعتها؟ ده اللي هنحاول نفهمه ونعرف إزاي نقدر نستفيد منها. الماركتينج ميكس أو المزيج التسويقي ده جزء من عملية التسويق أو الماركتينج بروسيس. ففي الأول كده وبدون ما ندخل في شرح مفاهيم ونظريات، إيه هو التسويق؟ التسويق للشركات هي إنها تقدر توصل المنتجات بتاعتها أو الخدمة اللي بتقدمها للعميل اللي هي بتستهدفه بأي طريقة ممكنة، وتحاول تقنعه بأهميتها والمنفعة اللي هتعود عليه من استخدامها. الإعلانات اللي أنت بتشوفها في التلفزيون أو أنت بتعمل سكرولينج على السوشيال ميديا، اللوحات في الشارع، الإيميلات الدعائية اللي بتوصلك، كل ده جزء من التسويق. والماركتينج ميكس هو الخليط أو المزيج أو الأدوات الضرورية لنجاح عملية التسويق، واللي لو فهمته واستخدمته بشكل سليم هتقدر تنجح مع المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. المزيج التسويقي ده بيتكون من 4 عناصر أساسية، وهم برودكت أو المنتج، برايس وهو السعر، بليس المكان، بروموشن أو الدعاية. محتاجين نفهمهم كويس ونقدر نستوعب الأنشطة التسويقية اللي تحت كل عنصر فيهم، وساعتها هنقدر نقدم منتج مناسب بسعر مناسب وطريقة مناسبة، ونقدر نحقق ربح من وراء المنتج ده. مع تطور أساليب الماركتينج وتطور التكنولوجيا، زادت عناصر المزيج التسويقي ل7 وبقى اسمهم ال 7 بيز، وبعدها 12، وفي بعض كتب أكتر من كده كمان. ولكن بتظل ال 4 بيز بتوع جيرمي ماكرثي هما ال4 عناصر الأساسية، واللي خرج منها بعد كده ال 7 بيز وال 12 كمان. أول عنصر هنتكلم عليه في المزيج التسويقي هو المنتج أو برودكت، وده بقى البطل بتاعنا وأهم عنصر في المزيج التسويقي. إيه اللي أنت بتقدمه؟ وده ممكن يكون أي حاجة أنت أو شركتك بتقدمها. وخليك فاكر، الناس مش بتشتري اللي أنت عملته، ناس بتشتري ليه أنت عملته. يعني الناس بتشتري المنفعة أو العائد اللي يخليهم ممكن يشتروه. فكر دايما في الميزة اللي أنت بتقدمها، وإيه هي الحاجة اللي عند الناس اللي أنت بتحاول تشتغل عليها وتوفرها. حاجات كتير قوي بتندرج تحت البند ده، زي مستوى الجودة وشكل المنتج وتصميمه والباكجينج وشكل العبوة، حتى الاسم التجاري والبراند نيم بتاعك، وكمان الضمان اللي انت بتقدمه وخدمة ما بعد البيع. العنصر التاني برايس أو السعر، وده عامل مؤثر وفعال ومهم جدا، فما تستهونش بيه، لأنه ممكن يخسرك كتير لو انت سعرت المنتج بتاعك أو الخدمة تسعير خاطئ. ممكن يكون المارجن بتاع المكسب بتاعك أو هامش الربح اللي انت حاطه قليل، فما تعرفش تكمل وتغطي مصاريفك، أو تخلي السعر عالي فالعميل ما يجيش من الأساس. فلازم تبقى فاهم ودارس السوق كويس، وفاهم طبيعة العميل اللي انت بتستهدفه وقدرته الشرائية. في حاجات كتيرة قوي بيشملها البرايسنج، زي سعر المنتج النهائي وسعر الموزعين ونسبة الديسكاونتس لو انت هتعمل خصومات أو عروض، وطرق السداد اللي انت بتقدمها أو البيمنت بلانز. ولازم تعرف أسعار المنافسين وسعر التصنيع وتكلفتك خلال الإنتاج وتكلفة التسويق. العنصر الثالث بليس أو المكان، وده عامل مهم بيتحرك بالتوازي مع التسعير وطبيعة العميل اللي انت بتستهدفه. لأن العميل لو قرر يشتري المنتج بتاعك، فأول حاجة هتأثر على قرار الشراء ده هو مدى سهولة الوصول للمنتج ده، وهل هيلاقي منافسين بتقدم نفس المنتج بشكل أقرب وأسهل منك. هتلاقي هنا حاجات كتيرة ممكن تحطها تحت بند البليس، زي أماكن البيع والموزعين بتوعك. هل أنت هتكتفي بالتواجد في فيزيكال لوكيشن ولا هتكون كمان موجود أونلاين؟ أنت ممكن تكون موجود في المولات كمان، أو على الأرفف في السوبر ماركت، وحتى جوه السوبر ماركت أنت موجود فين، وإزاي أنت قررت توزع المنتج بتاعك. بغض النظر أنت اخترت إيه، المهم إن العميل بتاعك يقدر يوصل لك بسهولة. العنصر الرابع في المزيج التسويقي الأساسي هو البروموشن أو الترويج والدعاية. إيه هي أساليب الدعاية والترويج اللي أنت هتستخدمها؟ ودي بتشمل أي حاجة تقدر من خلالها توصل للعميل بتاعك وتدفعه لاتخاذ قرار الشراء، سواء كانت إعلانات أو علاقات عامة أو بيرسونال سيلينج أو حتى الإيميلات.
زي ما قلنا بعدها أضافوا 3 عناصر كمان وبقت اسمها ال 7 B's، والعناصر اللي ضافوها هي Process أو العمليات، يعني المراحل اللي بيمر بيها المنتج بتاعك من بداية التصنيع ولحد الوصول للعميل، وتدرس أي معوقات موجودة وتحاول تحلها. يعني مثلا لو أنت ما عندكش ريتيلز أو موزعين كفاية فبتحاول إنك تتواجد أونلاين، ولو عندك مشكلة في توافر مواد الإنتاج فبتحاول إنك تتوسع بشكل رأسي وتنتج مواد الإنتاج بنفسك. وكمان في البروسيس أنت بتعرف العميل أنت بتعمل إيه عشان تحقق اللي بتوعد بيه. فلو بتوعد بمنتج صحي فتقول إنك مش بتستخدم أي مواد حافظة، أو إن مفيش أي إيد بتلمسه، أو إنه مباشرة من مزارعنا مثلا. ولو انت بتقوله ان احنا الاقرب ليك فتعرفه ان عندك فروع ونقط توزيع بتغطي اكبر عدد من الاماكن. العنصر السادس وهو الفيزيكال ايفيدنس او الدليل المادي. ايه العميل بيشوفه عشان يثق فيك اكتر؟ يعني الشركات اللي ليها تواجد مادي فالعميل هيتعامل معاها بثقة اكبر، والمنتج الملموس اللي بيقدر يشوفه بعينيه هيشتريه وهو مطمن اكتر من المنتج اللي بيشتريه اونلاين. عشان كده الشركات اللي بتبيع اونلاين بتهتم كتير جدا بعرض تجارب العملاء ورأيهم في المنتج. وكمان الفيزيكال ايفيدنس بيكون اوضح لما العميل يكون بيحصل على خدمة مش منتج، زي الفنادق والمستشفيات والبنوك ومراكز الخدمة وشركات التدريب والاستشارات. شكل المكان والديكورات واليونيفورم بتاع العاملين وطريقة تعاملهم وشهادات الخبرة اللي متعلقة، كل التفاصيل الصغيرة دي بتسيب انطباع عند العميل عن مدى جودة الخدمة اللي انت بتقدمها. البي 7 هي people أو الناس والموظفين. دايما بيكون سر نجاح الشركات خاصة مقدمي الخدمات بيكون في اختيارهم للفريق والأشخاص اللي عندهم الكفاءة والمهارة، لأنهم هم اللي بيمثلوا الشركة وبيتعاملوا بشكل مباشر مع العملاء. بعد كده جت ناس أضافت عناصر تانية للمزيج التسويقي وقالوا هنسميهم 12 B's أو ال 12 B، وأضافوا purpose أو الغرض. بتقول انت عايز تتواجد ليه؟ يعني بتقول انا موجود عشان احل مشكلة ما عند بعض الناس زي اوبر وسويفل مثلا. Promise الوعد، ايه اللي انت بتقدمه وايه القيمة والفايدة اللي عميلك منتظرها ومتوقعها من استخدامه للمنتج بتاعك، سواء كانت جودة عالية، سرعة توصيل، ضمان، خدمة ما بعد البيع، وهكذا. Principles أو المبادئ، ودي بتعني الكور فاليو بتاعتك، زي انك بتقدم منتج صديق للبيئة، او ان اهتمامك الاساسي هو منتجات تحافظ على صحة عملائك زي صحتك في العلبة دي مثلا. بيرسونا بترسم شخصية للبراند بتاعك، طفل بيلعب، ربة منزل، راجل وقور، رب أسرة. بتحاول تتخيل شكل المستهلك بتاعك عامل ازاي، مثلا زي مدام هبة ربة منزل وعندها طفلين ودخلها شهر متوسط وبتدور على المنتج الفلاني اللي على قد ايديها واللي يساعدها في تنظيف البيت. بوزيشننج يعني العميل بتاعك شايفك ازاي وحطك فين، ده اللي انت بتحاول تبنيه من كل التفاصيل اللي قلناها قبل كده، وازاي بتقدر توظف التفاصيل دي عشان تكون صورة ذهنية عند العميل بتاعك. في النهاية سواء انت شايف عناصر المزيج التسويقي 4 أو 7 أو 12، المهم انك تكون فهمتها وتكون قادر تعمل خلطة تحقق فيها التوازن بين عناصر المزيج التسويقي، يعني بين أرباحك ورضا العملاء وقدرتك على توفير المنتج، لأن ده في النهاية هو اللي بيحدد نجاح أو فشل العملية التسويقية. وكالعادة في النهاية شكرا على المشاهدة، ونتقابل قريب إن شاء الله.